نفسي في رئيس يحس بينا بجد، يحس بالمواطن المصري لما يجي يروح اي مصلحه حكوميه بيطلع عينه. مثلا واحد زي حالاتي لما يكون معاه الرخصه الاولى يتكلف 10000 جنيه و11000 جنيه ليه؟ طب الناس هتجيب منين؟ وفي ناس ما تعرفش تعملها، ما يعرفش يعمل رخصه فبيعاني، ولو مشي من غير رخصه يبقى راجل غلطان. وازاي يمشي بدون رخصه قياده؟ طب ليه الرخصه تتكلف 10000 10000 ونص و11000 جنيه؟ طب الراجل ده هيجيب منين؟ فنفسي في رئيس يحس بينا، وترجع الرخصه القياده الاولى تتعمل ب 3000 جنيه. نفسي في رئيس يحس بينا، نفسي في رئيس يحس بينا. رخصه القياده درجه تانيه بدل ما تتكلف لها 9000 جنيه تتكلف لها مثلا 2000. ده كلها ورق في بعض. ليه 9000 جنيه في الرخصه الثانيه؟ ولا ليه 11000 في الرخصه الاولى؟ ولا 8000 في الرخصه الثالثه، القياده الثالثه؟ ولا رخصه العربيه بالنسبه لرخصه العربيه؟ نفسي برضه الرئيس يحس بينا وبمعاناه المواطن المصري. لما كنا نعمل الرخصه العربيه كنت بعمل الثلاث سنين، العربيه ال 24 او اللادا ما بتتكلفش عليا 650 جنيه. دلوقتي عشان اعمل سنه واحده اخش فافحص عربيه واعمل سنه واحده تكلفني 3000 ونص. ليه؟ طب الناس هتجيب منين؟ إيه؟ اللي كان قاعد في ايجار وعنده عيال واطفال وعنده في مدارس وعنده دروس ومتطلبات حياه واكل وشرب وغلاء اسعار، الناس هتجيب منين يا جماعه؟ فبجد نفسي في رئيس يحس بينا، نفسي برئيس يحس بابناء الشعب المصري بجد. واين هي المزارع السمكيه؟ انا انتخبت الرئيس السيسي مرتين، ودلوقتي بقول له بمناسبه الانتخابات الجديده انا واحد من ابناء الشعب المصري، بقول للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه كفايه كده يا ريس، شكرا كتر خيرك مع السلامه، وعاوزين حد جديد. بس يا رب اللي يجي جديد يكون رئيس يحس بينا، يحس بمعاناة المواطن المصري ويوضع حل لغلاء الأسعار. الناس تاكل وتشرب بجد الحاجات بسيطة، تعرف تاكل وتشرب، كل واحد نفسه في حاجة يروح يجيبها. مش كل واحد عشان تجيب اعمل أقل أكل دلوقتي عندنا تعمل لها عاوزة 150 جنيه و200 جنيه. طب الناس هتجيب منين؟ هتجيب منين الإيجار؟ ولا هتجيب منين الأكل والشرب الغالي؟ ولا هتجيب الناس ما عادتش بتعرف تاكل وتشرب. لو الواحد حب يعمل شويه فول بتخديعه بيكلفوه قد كده. فول بتخديعه يا جماعه كان زمان عندنا مثل بنترحم عليه دلوقتي، كان يجي اي حاجه يقول لك ده في البيت زي الرز. الرز نفسه الكلمه دي ما عدناش بننطقها لان الرز ما عدناش، الرز بقى غالي والسكر بقى غالي والبصل اللي كان في البيت يقول لك يعني البصل ده كان زمان يتقال عليه برضه زي الرز كده، ولا ان الرز زي الرز ولا زي البصل ولا زي حاجه بسبب الغلاء اللي احنا فيه. غلاء فاحش بجد. نفسي في حد عنده ضمير ويبقى رئيس ويجي رئيس، وهو ده يبقى الرئيس اللي يحس بينا. ساعتها المواطن المصري هيشيله على الدماغ. يا رب يا رب نفسي في رئيس يحس بينا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسن شحاتة عاشق الزمالك. نفسي في رئيس يحس بينا.